خلاص الشتا دخل. النهاردة كان الجو تلج جدا جدا. كنت محتاجة كده أكلة سخنة أكلها وأنا تحت البطانية. طبعا ده موسم البطاطا. هعمل لكم النهاردة وصفتين أحلى من بعض. البطاطا طبعا قبل ما أعمل فيها أي حاجة لازم تتغسل كويس جدا جدا، وأنزل كل الطينة اللي عليها من بره قبل ما أبدأ أقشرها. قطعتها كده مكعبات صغيرة. وانا قبل ما اعمل الوصفة دي كنت مقطعها حلقات، فلما رصيتها في الصينية لقيت ان الفراغات ما بين كل حلقة والحلقة يعني كبير قوي، فلما بحط عليها السائل ما بيعلاش معايا، او لازم كمية كبيرة جدا جدا عشان يغطيها. فلقيت الحل الامثل ان انا اقطعها مكعبات صغيرة كده، وبعدين هرصها في الصينية. وبعدين السائل ده اللي معايا حطيت كوباية سكر على كوبايتين لبن، وحطيت شوية فانيليا ومعلقة سمنة، قلبتهم كويس كده وسبته لحد ما سخن كده وغلي. كمية البطاطا اللي مستخدماها في الوصفة دي كان حوالي كيلو الا ربع. وهنزل عليه بالسائل وهسيبه في الفرن. هو اخدت معايا حوالي 45 دقيقة. واول ما عدى نص ساعة شغلت عليها الشواية، بس لازم افضل متابعاها، لان هي طالما سخنة مولعة كده لما اشغل الشواية ممكن في ثانية الاقي الوش اتحرق. فتابعتها كده بعد ما عدى نص ساعة، واول ما خدت الوش ده طفيت الشواية وخليتها تكمل سوا في الفرن. يعني من اول ما حطيتها لحد ما خلصت 45 دقيقة بالظبط. تاني بقى وصفة تعتبر هريسة بطاطا يعني. هقطعها كده حلقات وارصها في الحلة، وبعدين هسلقها، بس مش هسلقها في مية يعني من باب تعزيز الطعم. الاول البطاطا اللي معايا دي في الحلة حوالي كيلو ونص، والسائل ده 4 كوبايات لبن عليهم كوباية سكر. المعيار مختلف عن الوصفة الأولانية، لأن الوصفة دي بيبقى عليها طبقة من فوق سكرية شوية، فهنقلل السكر اللي هنسلق فيه البطاطا. حطيت كوبايتين على حلقات البطاطا في الحلة يتسلقوا مع بعض، وهسيبهم بالظبط ربع ساعة. بعد ما اغطش عليهم هسيبهم ربع ساعة. الطبقة بقى اللي هحطها فوق هحط باقي كمية اللبن اللي هي كوبايتين للباقيين، وهحط عليها سمنة وفانيليا ومعلقتين نشا وكيس كريم شانتيه، وهقلبهم كويس كده. ولما يتقلوا معايا هطفي عليهم، واديته ضربة بالهاند بلندر كده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات او حاجة. بعد ما عدى ربع ساعة لقيت البطاطا خلاص تمام استوت. هنزل عليها كده بالهرسة بس من غير ما اجرح الحلة، وبعدين حطيت عليها شوية فانيليا وحطيت سمنة وهقلبها كويس كده. طبعا مش هتحتاج تتحط في الفرن كتير يعني، لان هي خلاص تمام هي مستوية. هحطها كده في الصينية وهسويها كويس، وهحطها في الفرن والشواية في نفس الوقت حوالي مثلا ربع ساعة. بس برضو هفضل متابعاها، لان هي فجأة عملت طبقة كده سودا، فاضطريت ان انا اقشرها واعمل لها طبقة من اول وجديد. فلما تولعوا عليها الشواية يعني حاولوا تتابعوها. هنزل عليها كده بالطبقة السكرية اللي فوق دي. هي الكمية اللي معايا كفة الصينية دي وكفة 5 اطباق صغيرين، وهبقى اوريكم الاطباق دي في اخر الفيديو. انا المفروض يعني من الناس اللي سكري يعني تقيل شوية، فلما دقت دي طلع يعني سكرها مظبوط بس مش السكر بتاعي. فالخمس اطباق الاخرانيين رشيت عليهم رشة سكر كده وحطيتهم تحت الشواية. بصوا شكلها عامل ازاي.
هو الاكل اذواق طبعا، بس يعني انا حبيت الطريقه الاولانيه اكتر، مع انها بسيطه جدا يعني وما فيهاش اي شغل وما خدتش مني اي وقت، بس عجبتني اكتر. بصوا شكلها عامل ازاي. دول بقى الخمس اطباق اللي عملتهم، وطبعا واضح ان شكل الوش بتاعهم احلى بكتير من الصينيه. دول بقى نرش عليهم سكر قبل ما احطهم تحت الشوايه.